قام أمس العشرات من المواطنين الذين صدرت في حقهم قرارات هدم سكناتهم ببلدية عين الحجر بسعيدة، والذين يتراوح عددهم حوالي 172. قاموا بقطع الطريق الرابط بين سعيدة والنعامة ومشرية، وهذا احتجاجا على القرار الذي صدر في حقهم. ماهيش تاع 2016. الناس كاع طورت، والوزير الوصي بالسكنات قال لهم راه التصريحات في لاتيلي في كل شيء، راه يقول لهم يا جماعه تهلوا لنا في الشعب وسكنوهم، ما تخلوهمش في القصدير، في الاحياء القصديريه. حنا بالك كان تدور الكاميرا تاعك تشوف دوك، تشوف الحي القصديري اللي عايشين فيه الكلاب ما يسكنوش فيه. لو كان يجي منظمه تاع حقوق الانسان ويجي يشوفوا وحقوق المراه، هما خواتاتي هنايا كاع، وهم الغاشي كاع اللي تشوف فيهم هادو كاع هودوا الولايه اليوم. والبارح حشيه كاع في روطار جانا رئيس الدائره ورئيس البلديه جاو يهدوا فينا بطريقه غير رسميه، يهدوا فينا باش حنايا نرحلوا. حنا لو كان جا عندنا ما نوصلوش لهاد البلاصه. حنا نطلبوا من سيد الوالي يشوف فينا بعين الاعتبار، لاخاطش حنايا رانا مغبونين بينا بولادنا بخوتنا كاع رانا هنا، حنا رانا مغبونين. نطلبوا من سيد الوالي هو اللي يريقل لنا الامر تاعنا، لاخاطش علاش حنا روحنا لشاف دايره هنا تاعنا، روحنا للمير ما قضاو لنا حتى حيه. إذ عبر المحتجون عن غضبهم وامتعاضهم من صدور قرار الهدم بحي سعيدي بن يمينة، وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المحلية مصممة على تنفيذ قرارات الهدم. سيد الوالي، انت راجل الانسان فيك الخير، وانا سامعين عليك باللي انسان فيك الخير، ماذا بك تشوف في هذا الحي بعين الاعتبار. سيد الوالي يشوف فيه في عمته. انا مغبنه، انا في عمري دروك 65 عام، اني ارمله. يدير لنا حل لهذا الشعب، رانا ضايعين، رانا ميزيريا، الماء، البرد، الشتاء، كل شيء رانا في القصدير. درك تطلع تشوف الحاله اللي رانا فيها. ما قلت لي قال لي فارغه شغل، قلت لها روح شوف الوضعيه تاعنا عاد وقول لي راكي فارغه شغل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي الوالي، أنا مواطن نقطن في عين حجر منذ 37 سنة، زدت وترعرعت وكبرت وهرمت هنا في هذه البلدية، ولحد الآن منذ ولادتي أنا أقطن في حي قزيري إلى يومنا هذا، وما استفدنا حتى شيء من هذه البلدية. نطلب من السيد الوالي يشوف بنا بعين الاعتبار. هضرتي الاولى خويا اللي هضرتها، نطلبوا من رئيس البلديه بولايه عين الحجر، احنا مواطنين والوالي تاع سعيده، حتى لو رانا غابنين هنا يجي في ريفي معانا. سبحان الله، اللي داي ولا بايع ولا ما يحقارش يخرج، واللي ما عندهش هذو مواطنين، وهذه دوله وهذو الجزائريين، وفي ريفي معاهم. ونطلب منهم ان شاء الله يديروا مصالحه ويكونوا زينين معنا، وحنا رانا زينين معاهم، رانا غايه معاهم. احنا رانا قابلين كي دير الدوله نديروا، بصح رانا عارفين باللي الوالي ما يضيعش الشعب. هذه هي اللي باغي نقولها. وأمام هذا المشكل فسكان عين الحجر فهم يطالبون السلطات بالعدول عن القرار وضرورة توفير لهم سكنات في حالة ما تم إخراجهم، ذلك أن ليس لهم مأوى آخر يلجؤون إليه. دوك انتم اعطونا الحل، قلتوا باللي غادي نمدوا لكم، انتم اعطونا الحل، المير يعطينا الحل، المير يعطينا الحل، هو يدبر علينا، هو يدبر راسه الله يسهل عليه، ما ينجمش يفرط في مواطن. سبحان الله، كاين اللي دا يجوز سكاني وكاين اللي المسكين ما عندهش. علاه بزاف هذه بزاف، سبحان الله. وانا زايد على الشيره اختي قاعد نبات عندها، وخطره نبات برا، وخطره كل خطره وخطره نبات في غابه، وخطره الله غالب. انا شا ندير انا الحل تاعي شا هو من
اسيدي الوالي لا عجبتك هذه المعيشه اللي رانا عايشين فيها، كاع أمة محمد راهي مغبونه. يا سيدي الوالي بضياف ربي عاونونا، ولا عجبتكم ادوها. احنا رانا مغبنا. انا راه عندي بون من 2003 2007 2004 2005. هذه نسمع من عند سيدي الوالي كل الداء واحنا ما ديناش. رانا قاعدين وانا عندي 8 نفوس كله كبار، باتوا راقدين فوق بعضنا، قرابه باتوا يسيروا فوقنا، الطومبه تاكل فينا. مانيش عارف احنا كي غادي نديروا، ماناش عارفين كي غادي نديروا. احنا طالبينكم من ربي سيد الوالي تدبر علينا، باش تقولوا لنا طيحكم ما عندناش وين نغدوا، ما عندناش باه نكروا، ما عندنا حتى حيه باه نكروا، والله حاجه ما عندناش. انا غدوه يقولوا لي غيشري غير طول ما عنديش باه نشري. راه عندي 8 نفوس وانا راه في عمري 64 عام، ما غاديش نعيش 64 عام واحده اخرى. هذه نسمع من عند سيد الوالي وشاف الدائره والمير يدبروا علينا كيما بغاو. في الأخير نشكروا قناة قراية اللي تفقدت الأحوال المغبونين والزوايلية في حي 377 مسكن على غرار بعض القنوات اللي لم يتم الوصول إلينا أو الذكر أو حتى الزيارة المفاجئة. وفي الأخير الشكر الجزيل لقناة قراية ونتمنى لها النجاح إن شاء الله في المسار الصحفي ليها وكل الطاقم الصحفي. السلام عليكم. نشكر قناة قراية تفكرتنا الوضعية تاعنا كرا صارت. وأخيرا نشكر قناة قراية اللي وقفت معنا وزارتنا وطلت الأحوال تاع المواطنين والعيشة والغبينة اللي أنا فيها، ونتمنى لقناة قراية إن شاء الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.